ندهن اول رقاق ندهنها سمنه ونحط عليها التانية. نعمل حوالي 6 رقاقات بنفس الطريقه عشان نحط اللحمه ايه في النص. كده حطينا اهو الرقاق 6 رقاقات من تحت، نحط عليها ايه اللحمه بتاعتنا من فوق. هتاكلي بقولك تابع الخطوات، هتاكلي احلى صينيه رقاق هتعمليها من ايدك بنفس الطريقه دي بجد، هتقولي صح. نحط بقى ال6 التانيين من فوق. بقولك تاني لازم كل بين رقاقه ورقاقه تدهني ايه، انا بحب اعمله بالزبده، دهني الزبده دهني سمنه المهم ايه. فانا حطيت 6 وحطيت فيهم اللحمه المفرومه ودهنت بين كل رقاقه دهنت سمنه. تيجي تحطي اللحمه تدهني ال6 التانيين، وده هنولع عليه بقى الفرن على كده، بس ما تخلوش كتير في الفرن، حطيه على الشبكه، ما تحطوش على الصاج من تحت، على الشبكه وشويه وتقلبيه على الناحيه التانيه. بعد ما شغلنا عليها الفرن وحطيناها على الشبكه في النص قيمه 10 دقايق، نقلبها على الوش التاني، تكون صينيه اكبر، ونقلبها على الوش التاني ونكمل سواها. اهي لما قلبناها هنحطها على الوش اللي لسه ايه مستواش من تحت، ونحطها في الصينيه. تابعيني في الخطوات دي هتعملي احلى رقاق لاولادك. نكمل سواها في الفرن ونقطعها مع بعض، هتاكلي بقلاوه مش رقاق، هتاكلي فطير باللحمه. بص بقى البقلاوه تبرد ونقطعها مع بعض، تاكلي احلى صينيه رقاق من ايديكي لاولادك، والف هنا. هنقطعها ونشوف ايه مع بعض. بص بقى احلى صينيه رقاق تاكليها من ايدك. بص احلى صينيه رقاق تاكليها من ايدك، ده عيد طبعا رقاق وعيد لحمه، فلازم تعمليها احلى من ما هتعمليها من بره. بص هتاكلي احلى صينيه رقاق من ايدك. كل سنه وانتم طيبين. بصي المورق ازاي وحلو ازاي. بصي قطعي بقى، يبقى الف هنا عليك وعلى اولادك. بصي احلى رقاق، جميل 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 بجد والله، يعني ريحته بصي تخليكي احنا صايمين. اعملي لايك واشتركي لي في القناه، وشكرا لكم على المتابعه.